هنعمل مع بعض النهاردة الكوفي ميكس في البيت. أوفر وأحسن بكتير 100 مرة كمان من اللي برا، لأن كل الشغل اللي برا ده مضروب وكله بقى بودرة سيراميك. الصراحة يعني أنا أول واحدة اشتكيت من الموضوع ده، لأن أنا من عشاق النسكافيه والكوفي ميكس. فبدأت أحس بجد بحاجة غريبة في الطعم كده، فبدأت أتجنبه خالص. وقلت لازم أعمله في البيت وأوريكم بقى أنا بعمله ازاي. مكوناته سهلة جدًا ومتوفرة برضه، تقدروا تجيبوها وهتعملوا منه كمية كبيرة أوفر وأحسن من برّه 100,000 مرّة، على الأقل حاجة مضمونة. أول حاجة هنستعملها هو نسكافيه اللي هو البلاك سريع الذوبان. الكيس ده ب2 جنيه. أنا معالق الشاي الصغيرة، إنما لو هتعبّري بقى بالمعالق الكبيرة فأنتِ هتاخدي 5 بواكي علشان يعملوا لِك معلقتين كبار. تمام. 5 أكياس من النسكافيه البلاك سريع الذوبان هيعملوا لِك معلقتين كبار. أنا هاعوز المعلقتين الكبار دول، بس أهم حاجة إن إحنا نطحنهم في المطحنة كويس جدًا عشان يبقوا ناعمين معانا. يبقى أول حاجة هنستعملها معلقتين كبار من النسكافيه البلاك. مش متوفر نسكافيه بلاك حطي قهوة، بس يفضل النسكافيه. تمام. عليهم بقى نص كوباية سكر بودرة ويكون مطحون كويس جدا، ونص كوباية لبن بودر اللي هو كامل الدسم، ونص كوباية برضو كريم شانتيه. والتكة بقى الأخيرة معانا اللي هي حلوة جدا جدا وهتعجبك أوي في الطعم وهتفرق فيه أوي. معلقتين برضو كبار من الكاكاو الخام، اللي هو الغامق الأسباني يعني. صراحة بتفرق بطريقة فظيعة. أولا هيعزز لونه، هيخلي لونه نفس لون النسكافيه اللي هو الكوفي ميكس اللي بنجيبه من بره. وفي نفس الوقت برضو هيحلي طعمه قوي مع الكريم شانتيه واللبن البودرة، هيدي ميكس رهيب. تمام. ده بقى خلاص شكله بعد ما قلبناه مع بعضه هو نفس اللون الكوفي ميكس. برطمان بقى من عندك كده وامليه بقى، هيقعد معاكي فترة طويلة. نبدأ بقى نعمله كده. هاخد معلقة كبيرة من معالق الشاي دي، عليهم بقى السكر اللي انتي تحبيه. وانا برضو ممكن تحطي مية، بس انا حبيت احط فنجان كده من اللبن عشان بحبه باللبن قوي. وبدأت ان انا بقى احط الباقي مية سخنة. وده بقى الشكل النهائي للكوفي ميكس. نفس الطعم نفس اللون نفس الشكل، بس الفرق ان ده اصلي واللي بره مضروب. صدقوني والله العظيم ما عاد فيه اي حاجة نافعة خالص من بره، كله بقى مضروب، كله تحس ان عليه بودرة سيراميك كده او حاجات غريبة كده. الطعم يجنن. انا عملت الكمية الصغيرة دي لان انا اصلا عاملة كمية قبل كده بس ما صورتش الفيديو ده، فحبيت ان انا اصوره لكم بقى لما لقيت طعمه حلو قوي كده. وعملت كمية كده بسيطة على قدي. انتي بقى لو عايزة تعملي كبري على قد ما تقدري. بألف هنا وشفا، ولايك وشير للفيديو لو عجبك، وباي باي.